رمضان كريم عليكم أسرة عبد الفضل وكل عام وأنتم بخير. ده أول فيديو لينا في رمضان ده وبإذن الله مش هيكون الأخير وبإذن الله خلال الشهر ده في كمية فيديوهات كتير نازلة. مبدئيا كده إحنا كل رمضان بنفكر في بدايته إزاي نستغل صيام الشهر الكريم ده في إننا نطلع من الشهر ده خاسين. يعني بنحاول نخس كام كيلو على الأقل خلال الشهر ده، أهو على الأقل بنمتنع عن أكل حوالي 15 16 ساعة. طب هل هو ينفع إننا نخس في الفترة الصغيرة دي اللي هي 30 يوم بس؟ طب ولو ينفع إننا نخس المفروض الدايت بتاعي يبقى عامل إزاي أو السعرات بتاعتي تبقى عاملة إزاي خلال الشهر ده عشان أطلع منه خاسس كام كيلو؟ فعشان كده إحنا هنتكلم في ده كله النهارده فيلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال ورمضان كريم عليكم مرة تانية. اسمع الحقيقة اسمها انترميديت فاستنج او الصيام المتقطع، هو ده نوع من الدايت الواحد فيه بيصيم ساعات معينة يمتنع فيها عن كل انواع الاكل بس مسموح له انه يشرب، وليه عدد ساعات معينة تاني ياكل فيها اللي هو عايزه بس بالاصول، يعني ما يفتحش على البحر يروح الثلاجة وياكل اللي عايزه ويقول انا كنت صايم. او الصيام المتقطع صورة مشبهة لرمضان، لان رمضان احنا فيها على الاقل بنصيم 15 ساعة، بالعكس ده كمان رمضان ليه فوائد كتير جدا. بعد الفايدة الدينية اللي ما تخفاش على حد، في فوائد كتير جدا الواحد بيستفاد منها، زي ان رمضان بيظبط من ارتفاع ضغط الدم المرتفع، كمان ان رمضان بيظبط من مستوى الكوليسترول في الجسم، كمان من فوائد رمضان انه بيحسن من وظائف المخ، كمان رمضان بيظبط من هرمون الجوع اللي هو الجريلين. اخر حاجه من فوائد رمضان اللي احنا بنستفاد منها انه بيساعدك تخس. ازاي بقى رمضان بيساعدك انك تخس؟ عامة اي حد هيعمل دايت او من غير دايت خفف سعراته الحراريه بحوالي 500 سعره هيخس نص كيلو بنهايه الاسبوع. يعني مثلا انت في اليوم بتستهلك سعرات حراريه بحوالي 3000 سعره حراريه، جيت انت وخلاص قلت انا عايز اخس وعملت دايت او من غير دايت حتى، قلت انا هخفف اكل شويه، كميه الاكل اللي انت خففتها دي بتساوي 500 سعره حراريه. يعني انت دلوقتي بقيت تدخل جسمك 2500 سعره كل يوم، 2500 سعره. مع نهايه الاسبوع بعد ما كنت بتدخل 3000 كل يوم تلاقي نفسك خاسس نص كيلو. وبالتبعيه للامر ده انت لو نزلت حوالي 1000 سعره حراري هتخس كيلو في نهايه الاسبوع. لكن خليني اقول لك على سرنا اللي احنا بنساعد بيه نخسس الناس. اصلا مستحيل مثلا واحد يكون ماشي على سعرات طول حياته 3000 سعره حراري واجي اطلب منه انه يمشي على 1500 سعره، ده كده هيجي يعارك معايا في العياده ويقول انا جعان ويكسر العياده على دماغي. بس بنضيف حاجه بسيطه قوي واللي هي امشي. هو انت بتقول ايه بالظبط؟ ايوه هو المشي الحل السحري. خلينا نتكلم عن المثال اللي فات. انت دلوقتي واحد بيدخل 3000 سعره حراري في اليوم، 3000 سعره حراري دول بيساوي اكلك وشربك وتنقيطك وشغلك وشقلباظاتك وكل حاجه بتعملها في اليوم هي 3000 سعره حراري. جيت انت وضفت على كل اللي بتعمله ده انك تمشي حوالي نص ساعه في اليوم، هتلاقي ان جسمك طالب 3000 ونص سعر حراري، وانت في الاصل كنت بتدخله 3000 سعر، يروح يبدا يحرق من الدهون عشان يحافظ على نفسه ويكفي السعرات اللي هو محتاجها، فهو يبدا يحرق من الدهون اللي عنده. ضيف على كده كمان ان احنا من شويه قلنا ايه، لو انت شلت 500 سعر حراري عشان تخس يبقى انت كده دخلت 2500 سعر حراري لجسمك، في حين ان جسمك طالب 3000 ونص سعر حراري. كده انت حرقت 1000 سعر حراري يوميا من غير اي مجهود، ومع نهايه الاسبوع هتلاقي نفسك خاسس كيلو كامل. اهو ده الطريقه اللي احنا بنخسس بيها اي حد. ياه يعني هي بالبساطه دي؟ ايوه بالبساطه دي، وانا بتكلم اصلا على واحد عادي مش بيروح الجيم، كل اللي عمله انه نزل يتمشى ساعه، ما بالك بقى لو كنت نزلت ورحت الجيم كمان في رمضان. بس ده كله اللي احنا بنتكلم فيه ده ايه دخله برمضان الكريم؟ في رمضان يعني صيام، يعني المفروض تقلل سعراتك غصب عنك لانك انت بالتبعيه قللت عدد الوجبات. ده ان كنت انسان عادي ما بتاكلش كميه حلويات بشكل مبالغ فيه او بتاكل اكل في رمضان بشكل مبالغ فيه جدا، كده انت هتطلع برضه مقلل سعراتك الحراريه في اليوم لان الوجبات قلت. يعني انت في الاخر عايز تقول ان انا لو خففت اكل في رمضان ومشيت بس شويه في كل يوم كده هخس حوالي من غير ما تحسبها، ايوه هتخس من 2 ل 4 كيلو ساعات ل 8 كيلو في الشهر الواحد، ده ان كنت ماشي كويس في رمضان وقللت سعراتك ومشيت، او ممكن ضفت عليهم حوار الجيم، فانت كده هتخس كيلوهات كتيره في الشهر ده بس، واللي هو 30 يوم لوحده اللي انت كنت بتقول عليه صغير من شويه. طيب مشكلتي ان انا بعد ما اقتنعت بالكلام ده انا برضو مش هقدر اظبط اكلي او مش عارف اعاير اكلي او اوزنه. يعني دلوقتي انا هاكل ايه او قد ايه بالظبط عشان اكون ماشي على دايت مناسب لجسمي؟ عشان تحسب سعراتك بالتفصيل لنفسك هتلاقي القناه هنا مليانه ازاي تحسب سعراتك وتظبط الدايت، وهسيب لك لينك منهم هنا فوق وكمان باقي اللينكات تحت في الديسكربشن. بس برضه مش هيسيبك حيران، فانا هقول لك كده على دايت 2000 سعر حراري بالبدائل بتاعته. الدايت كده حلوه شبهك حبيبي ومتابع الدايت. خلينا مع بعض للاخر عشان تعرف الدايت بالتفصيل. دلوقتي في الفطار تكسر صيامك على 3 تمرات وكوبايه ميه، بعد كده تخش على الوجبه الرئيسيه اللي هي 12 معلقه رز بتسويهم برضه 12 معلقه مكرونه، وضيف عليهم 120 جرام لحوم. اللحوم دي بتتمثل في ربع فراخ او 2 قطعه لحم صغيره او سمكه متوسطه مشويه. ضيف كمان عليهم كوب خضار، كوب خضار زي كوب كوسه مثلا او كوب باميه او كوب ملوخيه او فاصوليا او سبانخ. ضيف عليهم سلطه خضراء على قد ما تقدر. دي كده اول وجبه.
نخش على تاني حاجه اللي هو تاني سناك، وده هيكون ثمرتين فاكهه او كوبايه عصير فريش. ثمرتين فاكهه تفاح او جوافه او برتقال او اي فاكهه عندك متوفر. خش على تاني سناك واللي هو كوبايه زبادي وطبق خضار سلطه باي كميه، بس السلطه تكون سلطه خضراء يعني خاصه على خيار على حاجات زي دي. ده خش على تالت سناك واللي هو برضه ثمره فاكهه واحده ومعاه 10 حبات فول سوداني. ثمره الفاكهه دي زي ما قلنا تفاح جوافه وغيره. خش على اخر وجبه واللي هي السحور، ودي برضه وجبه اساسيه بالنسبه لك. هتاكل فيها رغيف عيش بلدي وثلاث معالق فول او ثلاث معالق جبنه وبيضه مسلوقه وطبق سلطه باي كميه، بس سلطه خضراء زي ما قلنا، وبعديها كمان ثمره فاكهه تفاح او جوافه او برتقال او اي حاجه من دي متوفر عندك. ولو عايز تعرف اكتر عن الدايت وازاي تظبطه زي ما قلت لك هتلاقيه هنا في القناه فيديوهات كتير جدا هتفيدك. ولو عايز تدخل تسال عن حاجه معينه هسيب لك لينكات التيك توك وكمان الانستا، خش اسال على السؤال اللي انت عايزه مهما يكون السؤال وهتلاقي الاجابه في وقتها. هسيب لك اللينكات تحت بتاع صفحه التيك توك والانستا عشان تخش تسال براحتك. وبس كده، ده فيديو النهارده. ما تنساش بقى اللايك والشير، تنزل تحت في الكومنتات تكتب انت عايز تشوف ايه على القناه الفتره الجايه. اشوفكم في فيديو جديد. رمضان كريم عليكم، سلام.